أعزائي المشاهدات والمشاهدين، مرحبا بكم من جديد في متابعة خاصة لبطولة 17 ديسمبر من استاد الدستوري. اليوم كما تشوفوا ورايا المدرب الوطني رئيس الجمهورية اللي عنده دور مهم جدا. حسب النص الدستوري الجديد لازم يكون مسلم أو مسلمة، تونسي أو تونسية، أب عن جد جده من أم وأبوه، وما عندوش أي جنسية أخرى وعمره ما قلش من 40 سنة. بعد ما يتم انتخابه بصفة مباشرة من جمهور الناخبين لمدة 5 سنين قابلة للتجديد مرة برك، تكون صلاحياته كبيرة برشا. هو اللي يحدد سياسة الدولة، هو اللي يترأس الوظيفة التنفيذية، يعين الفريق الحكومي وينجم يبدله بصفة كاملة ولا جزئية وقت اللي يحب. هو اللي يقترح مشروع قانون ينظر فيه المجلس قبل المشاريع اللي عنده. وفي بعض الحالات وقت مجلس نواب الشعب يكون في عطلة ينجم يسن قوانين وتتسمى مراسيم. صلاحيته تسمح له زادة باش يكون عنده دور كبير في تعيين حكام القضاء وحكام المحكمة الدستورية وحكام ليزي، هذا بخلاف صلاحياته فيما يخص الحركة القضائية. المدرب رئيس الجمهورية يتمتع زادة بحصانة مطلقة طول مدة قيادته، وحتى بعد ما يخرج من الرئاسة وما ينجم حد يسائله. صلاحيات كبيرة، وتوا انت تعرف شنو هي صلاحيات الرئيس. ايش قولك؟ اعطيونا رايكم في التعليقات. كان معاكم الفاهم التونسي من برنامج الكرة عندك، حلل ناقش مستقبلك.